أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين ومتابعين زواج أونلاين، يا رب يكون الجميع في أتم صحة وأحسن حال. ومع أجدد عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج على كتاب الله وسنة رسوله التواصل معنا. وبنأكد لحضراتكم إن طرق التواصل معنا هي هنا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة على الفيسبوك. هتلاقينا سايبين لحضرتك الرابط بتاع الإيميل موجود في الوصف بتاع القناة ده لو حضرتك حابب تتواصل معايا ويكون في خصوصية أكتر. وفي الحالتين بإذن الله إذا كنت بتتواصل معايا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة على الفيسبوك، هيتم الرد على حضرتك أو على استفسارك في أسرع وقت ممكن بإذن الله. وقبل ما نبدأ عرض النهاردة ونخش في التفاصيل، بحب أفكر حضرتك أو حضرتك لو أنتوا بتشوفوني لأول مرة ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، يبقى اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، علشان نقدر نساعدكم بإذن الله في اختيار الشخص المناسب ليكم. أكد لحضراتكم إن إحنا بنقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط وبدون أي مقابل، لا نتقاضى أي مبالغ مالية مقابل الخدمة، فربنا يقدرنا إن إحنا نقدر نوفق راسين في الحلال ونكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله. عشان ما أطولش على حضراتكم نبدأ العرض ونخش في التفاصيل. عرض اليوم لمدام مطلقة بترغب في الزواج من إنسان محترم وعلى خلق يتقي ربنا فيها ويصونها ويحافظ عليها ويكون سندها. كود العروسة هو 412. زي ما أنا قلت لحضراتكم مدام مطلقة، مؤهل فوق المتوسط، لا تعمل وتقيم في منزل أهل منذ طلاقها أو انفصالها عن زوجها السابق. معاها طفلة واحدة 8 سنوات تقيم معها في منزل الأهل، ووالدها متكفل بجميع مصاريفها ونفقاتها الشخصية. وأهم شيء بالنسبة لأهلها أو بالنسبة لأهل صاحبة الإعلان إن يكون زوج محترم يتقي ربنا فيها ويصونها ويكون حافظ ويكون سند ليها، يكون في نفس الوقت قادر إن هو يفتح بيته ويكون قادر على هو يعيش عيشة كريمة. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة دمياط، السن 33 سنة. وفي ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد نهائيا، يعني يا ريت اللي تواصل معايا من حضراتكم بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية. وقبل ما اقول لحضراتكم مواصفات الزوج اللي هي بترغب بالارتباط به، بحب افكر حضراتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا، علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، علشان نقدر نساعد كل الناس الجد في ايجاد شريكة العمر او شريك العمر المناسب ليهم. بحب اشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وباكد لحضراتكم ان احنا مستمرين بدعمكم ويا رب نكون عند حسن ظنكم. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. أهم شيء بالنسبة لها اللي هو يكون قريب جدا منها في السن، في منتصف الثلاثينات أو أوائل الأربعينات، مش أكبر من كده أو أصغر من كده. ويكون من داخل المحافظة اللي هي بتقيم فيها، لأنها لا ترغب في الإقامة خارج بلدها بسبب ظروف خاصة بها أو بسبب ظروف ارتباطها بأهلها. في نفس الوقت عشان دراسة بنتها. زي ما أنا قلت لحضراتكم إن هو يكون مطلق أو أرمل لأنها هي لا تقبل التعدد. وفي نفس الوقت إن هو يكون إنسان محترم وعلى خلق حسن المظهر وملتزم، بيكون لديه شقة الإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله، لأن زي ما أنا قلت لحضراتكم هي ما عندهاش مكان للإقامة، هي بتقيم في منزل أهلها. أيضا في نفس الوقت إن هو يكون عنده دخل ثابت أو عمل ثابت، وده من أهم شروطها. وربنا يقدم للجميع كل الخير بإذن الله. طريقة التواصل مع والدها وهو ولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه هو في المواصفات المطلوبة. يا ريت يتواصل معايا برسالة فيها بياناته الشخصية كاملة لعرضها على ولي أمرها، وربنا يقدم الخير للجميع إن شاء الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج اونلاين هتلاقي الاحسن والافضل ليك معانا.